الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم لتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كتاب حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون للإمام أحمد الدمنهوري رحمه الله. وصلنا إلى قول الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. وصلنا إلى البيت الأول. نعم، اقرأ لنا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياه بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. نعم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. نعم. قال: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. أقول: الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. هذا هو الحمد في اللغة. الحمد في اللغة هو الثناء بالكلام، تثني بالكلام. لماذا لم يقل باللسان، قال بالكلام؟ لكي يدخل الحمد القديم. أيوة. الثناء بالكلام على ماذا؟ على المحمود. على المحمود. الثناء بالكلام على المحمود. من هو المحمود؟ الله تبارك وتعالى. تثني عليه بالكلام على المحمود. بماذا تثني عليه؟ بجميل صفاته، بصفاته الجميلة، بجميل صفاته الاختيارية. نعم، هذا هو الحمد في اللغة. الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، بجميل صفاته تبارك وتعالى. مفهوم كلام؟ هذا هو الحمد في اللغة. نعم. واصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب أنعامه. أما في الاصطلاح هو فعل، عبارة عن فعل. الحمد في الاصطلاح عبارة عن فعل تفعله، فعل تفعل، سواء كان بجوارحك كالصلاة مثلا، كالصدقة مثلا، إلى غير ذلك. فعل تفعل، أو كان باللسان، فعلت فعل بلسانك. واضح كلام؟ أو مثلا اعتقدت بقلبك، هذا كله يسمى فعل، كله يسمى فعل. هذا الفعل الذي تفعله ينبئ أن يشعر عن ماذا؟ عن تعظيم المنعم، بأنك عظمت المنعم. فعل ينبئ يعني يشعر بتعظيم المنعم. صحيح؟ بتعظيم المنعم. من هو المنعم؟ الله تبارك وتعالى. لماذا؟ بسبب إنعامه، بسبب أنه أنعم عليك. مثلا أعطاك الصحة، أو أعطاك العلم، أو أعطاك الإيمان، فأنت تفعل فعل، هذا الفعل يشعر وينبئ عن أنك عظمت الله تبارك وتعالى بسبب أنه أنعم عليك. فمن الكلام هذا الحمد اصطلاح، فعل ينبئ أن يشعر وينبئ عن تعظيم المنعم. هذا الفعل يشعر بأنك عظمت الله تبارك وتعالى. لماذا؟
بسبب إنعامه عليك أو على غيرك، مثلا بسبب أنه أعطاك العلم فأنت حمدته، أعطاك الصحة فأنت حمدته. كيف حمدته؟ فعلت فعلا، صليت له ركعتين، تصدقت، حمدت بلسانك مثلا، اعتقدت بقلبك، حمدته بقلبك، إلى غير ذلك. هذا كله فعل. فعلت هذا الفعل أن تنبئ عن ماذا؟ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه عليك أو على غيرك، بسبب إنعامه إما عليك وإما على غيرك. مفهوم؟ نعم. هذا هو اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه إما عليك أو على غيرك. مفهوم؟ نعم. هذا ومعنى الشكر لغة هو معنى الحمد اصطلاحا. هذا هو الشكر في اللغة، هو الحمد اصطلاحا. الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. فهمنا؟ الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بسبب. هنا تعظيم المنعم بسبب إنعامه. وبرضه نفس المعنى الحمد لحمد القديم، صح؟ وهنا نفهم أن هنا الله سبحانه وتعالى يحمد قديم أو يحمد حديث بسبب. الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بسبب. لا، أنت الذي تحمده بسبب. إذن ليس هذا التعريف ليس لله، ليس لحمد القديم، لكن الحمد عبده. نعم. هذا أنت الذي تحمده بسبب أنه أنعم عليك، أما الله لا يفعل فعل لسبب أو غرض. نعم. فهمنا؟ نعم. زيد. بإبدال لفظ الحامد بالشاكر. بإبدال لفظ الحامد بالشاكر، يعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر. تبدل ماذا؟ لفظ الحامد بالشاكر. فهمنا يا جماعة الخير؟ أيوة. تبدل لفظ الحامد بالشاكر، فتقول فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. فهمنا؟ هنا الشيخ هنا لم يكمل التعريف. التعريف الحمد اصطلاحا هو هكذا: اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. لو تريد تكمل التعريف، على الحامد بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. هذا هو التعريف كاملا: بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. فالشيخ هنا في الشكر قال لك بإبدال لفظ الحامد بالشاكر، معناه تقول فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره في الشكر. فهمنا؟ هذا هنا. واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. هذا هو الشكر اصطلاحا. ما هو الشكر اصطلاحا؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لأجل ما خلق له، لأجل عبادة الله. تصرف سمعك وبصرك ولسانك ويديك ورجليك وكل شيء، كل ما خلقه الله لك تصرفه لما خلقت لأجله. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لأجل ما خلق له، إلى ما خلق لأجله، إلى العبادة، تصرفه إلى عبادة الله. هذا هو الشكر اصطلاحا. هنا تسمى شاكر. لو كان سمعك وبصرك ولسانك ويديك ورجليك وكذا وكله في طاعة الله فأنت شاكر. وقليل من عبادي شكور. ذلك الشكر عبادة ليست سهلة، الشكر عبادة عظيمة، أنك تصرف كل ما خلقه الله لك لعبادته. لذلك القرآن قال وقليل من عبادي الشكور. نعم. وجملة الحمد. يا جماعة فهمنا الحمد لغة واصطلاحا والشكر لغة واصطلاحا. انتهينا. نعم. وجملة الحمد مفيدة له.
جملة الحمد الحمد لله هذه مفيدة له، مفيدة للثناء، مفيدة للثناء، مفيدة له. الحمد لله هذه جملة الحمد مفيدة للثناء له، للثناء. نعم. ولو كانت خبرية، حتى ولو كانت خبرية، يعني إن كانت إنشائية فهي مفيدة للثناء، صحيح؟ كأنه قال أحمد الله، كأنه قال أحمد الله. فالآن جملة الحمد مفيدة للثناء حتى ولو كانت خبرية، لأن سيقول لأن الإخبار بالثناء ثناء، فهنا الكلام هذا. فجملة الحمد مفيدة للثناء ولو كانت خبرية، ولو كانت خبرية. لماذا؟ قال لك الشيخ لأن الإخبار بالثناء ثناء، لأنك عندما تخبر بالثناء، عندما تخبرني الحمد لله هذا خبر، هذا الإخبار بالثناء هو ثناء، هو ثناء. فلذلك جملة الحمد مفيدة للثناء، مفيدة للثناء. نعم. لأن الإخبار حتى ولو كانت خبرية يا جماعة، ولو كانت خبرية، فجملة الحمد تفيد الثناء إن كانت إنشائية، بل ولو كانت خبرية. هذا ما يريد الشيخ أن يقوله. نعم. لأن الإخبار بالثناء ثناء، هذا هو التعليل. لماذا؟ ولو كانت خبرية، لأن الإخبار بالثناء كأنه ثناء. فهمنا؟ هذا هو. نعم. والاختصاص جميع أفراده به تعالى، والاختصاص جميع أفراد الحمد به، والاختصاص جميع أفراد الحمد، أفراده يعني أفراد الحمد به تعالى، كل أفراد الحمد مختصة لله تبارك وتعالى. نعم. وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد لكون نعم. هنا لو قلنا أن جميع الأفراد خاصة به تعالى فتكون ال للاستغراق، تكون ال للاستغراق، صحيح؟ مثل إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر. لو قلنا اختصاص جميع أفراده به تعالى تكون ال للاستغراق، صحيح؟ قال لك الشيخ وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد، معناه هنا نجعل ال للجنس، نجعل ال للجنس، حتى ولو جعلنا ال للجنس فهنا تدل على اختصاص جميع أفراد الحمد به تعالى. هذا معناه وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد، معناه جعلت ال للجنس. لماذا؟ لأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد، اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد. لو قلت جنس الحمد ثابت لله، هذا يستلزم اختصاص جميع الأفراد لله. فهمنا؟ اكتب هذا الكلام، وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد، هنا اكتب جعلت ال للجنس، جعلت ال للجنس. اكتب لأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد، هذا ذكره في الحاشية هذا الكلام. وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد، يعني بأن جعلنا ال للجنس. لماذا؟ لأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد، حتى ولو جعلناها للجنس فإنه يفيد اختصاص جميع أفراد الحمد لله، أن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد. فما كتبت هذا العلة؟ ها؟ كتبناها؟ أيوة. لكون الحمد صفة ذات أو صفة فعل. نعم. لو قلنا الحمد صفة ذات فمعناه هذا القديم، معناه القديم. لو قلنا صفة فعل معناه الحادث. لكون الحمد صفة ذات معناه القديم، أو صفة فعل معناه الحادث. فهمنا؟ ها؟ هذا. فجميع الأفراد، جميع أفراد الحمد مختصة بالله.
جميع أفراد الحمد مختصة بالله، سواء حمد قديم أو حمد حادث كله مختص بالله. لكون الحمد صفة ذات فهو القديم، أو صفة فعل فهو الحادث. حمد قديم لقديم، أو حمد حادث لحادث، أو حمد قديم لحادث، أو حمد حادث لقديم مثلا. أيوة نعم. فمن هذا الكلام. وجملة الحمد مفيدة له يعني للثناء ولو كانت خبرية. لماذا؟ لأن الإخبار بالثناء ثناء، قال ولاختصاص جميع أفراده به تعالى سبحانه وتعالى أفراد الحمد. وإن أشرنا وإن أشير بأل إلى غير كل الأفراد، حتى ولو أشرنا بأل إلى الجنس، لأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد. لماذا؟ قالت لكون الحمد صفة ذات فيكون القديم، أو صفة فعل فيكون الحادث. فمن هذا الكلام. نعم. وقدم المسند إليه للأصل والبلاغة. أين المسند إليه؟ أين المسند إليه يا جماعة؟ قدم المسند إليه. الحمد قدم المسند إليه اللي هو الحمد للأصل والبلاغ. للأصل إليه يقدم، صحيح؟ الأصل أنك تقدم المسند إليه ثم تأتي بالمسند، صح؟ هذا تقول زيد قائم، زيد قائم، تقدم المسند إليه ثم تأتي بالمسند. هذا للأصل. والبلاغة، ما معنى البلاغة؟ لأن هنا المقام مقام الحمد، فلذلك قدمنا الحمد، لأن المقام في البلاغة مقام الحمد، لذلك قدمناه. للأصل لأن المسند إليه هو الأصل في التقدم، وللبلاغة لأن المقام هنا في البلاغة مقام الحمد، لذلك قدمنا الحمد. نعم. زيد. وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها. وعرف الحمد بأل، الحمد، لم يقل حمدا لله، لم يقل حمدا لله، لا، قال الحمد. رأيت؟ لذلك قال وعرف بأل. لماذا عرفنا الحمد بأل؟ قال لك ليتأتى ما يصلح أن يراد بها، لأن ال هذه قد يراد بها العهد، قد يراد بها استغراق، قد يراد بها الجنس إلى غير ذلك. لذلك أتينا بأل، لأن ال هذه قد تريد بها العهد، قد تريد بها الاستغراق، صحيح؟ قد تريد بها الجنس إلى غير ذلك، لذلك أتينا بأل. لذلك الشيخ قال لك وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها. بماذا؟ الها ترجع لمن؟ لأل، بأل، ما يصلح أن يراد بأل، لأن قد تريد بها العهد وقد تريد بها الاستغراق. هذا اكتب هذه التقييدات، اكتبها. وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها، اكتب الها هذه ترجع على ال، قل أن يراد بها بأل فتكون للعهد أو الاستغراق أو غير ذلك. ما يصلح أن يراد بها يعني بأل فتكون للعهد وتكون للاستغراق وتكون للجنس وغير ذلك. نعم. فهمنا هذا يا جماعة؟ فهمنا لماذا قدم المسند إليه؟ للأصل وللبلاغة. وعرف بأل ليتأتى ما يصلح أن يراد بها. نعم. زيد. وتحقيق الكلام على الحمد والشكر والمدح لغة واصطلاحا. والمدح نعم لغة واصطلاحا. ونسبة بين أفراد الجميع في الرسالة المتقدمة. نعم. قال لك الشيخ إذا تريد تحقيق الكلام على الحمد لغة واصطلاحا، والشكر لغة واصطلاحا، والمدح لغة واصطلاحا، والنسبة بين الثلاثة، فعليك بالرسالة المتقدمة وهي كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. فالشيخ هناك في تلك الرسالة ذكر الحمد لغة واصطلاحا، والشكر لغة واصطلاحا،
والمدح لغة واصطلاحا، وذكر النسبة بينهما وغير ذلك. فالذي يريد تحقيق الكلام في هذا يرجع إلى الرسالة المتقدمة، وهي كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. نعم زيد. والبديع الآن الحمد لله البديع، الحمد لله البديع. الشيخ يشرح في البديع الآن. المبدي للشيء على غير مثال. نعم، في بعض النسخ المبدع وفي بعض النسخ المبدي. نعم. البديع هو المبدي للشيء على غير مثال، هذا هو البديع الذي يخلق شيء على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، هذا يسموه بديع. لذلك يسمى فلان مبدع. ما معنى فلان مبدع؟ أتى بشيء لم يكن موجود من قبل، فيقول ما شاء الله مبدع، هذا رجل مبدع، أنك يأتي بشيء جديد لم يكن من قبل، هذا هو البديع. فهو المبدي للشيء على غير مثال سابق، يعني على غير مثال سابق، فهمنا؟ هذا يسموه البديع. نعم. فهو فعيل بمعنى فاعل. فهو بديع بمعنى بادع، بديع فعيل بمعنى بادع يعني فاعل. نعم، لأنه هو الذي يبدع، بادع الأشياء. نعم. ويطلق على الشيء المبدع. ويطلق على الشيء المبدع كذلك، الشيء المبدع اسم المفعول، فهو بمعنى مفعول. ويطلق كذلك على الشيء المبدع. هذا هو مثلا هذا القلم، مثلا هذا القلم هذا الرجل، هذا الشخص ماذا فعل؟ فعل قلم، وهذا القلم مثلا جعل له ماذا؟ جعل له عينين هنا، اثنين، عين هنا وعين هنا، وجعل له لسان هنا مثلا. هل هذا الصنع كان موجود من قبل؟ لا، هذا يسموه البديع، لأنه أتى بقلم لم يكن على غير مثال سابق، لم يكن موجود، هذا يسموه البديع. وقد يطلق البديع على الشيء المبدع، يطلق على القلم نفسه، يطلق على القلم نفسه. تقول قلم مبدع، قلم مبدع بمعنى اسم المفعول، قدم مبدع، هذا فهمنا؟ فالبديع يطلق على الشيء الذي الشيء الموجود على غير مثال سابق، ويطلق على ماذا؟ يطلق على المبدع، على الشيء المبدع، على الشيء المبدع. نعم، فهمنا يا جماعة خير؟ أيوة. نعم. وإطلاقه على الله تعالى صحيح بالمعنى الأول. نعم، صحيح على المعنى الأول اللي هو المبدي للشيء على غير مثال سابق، هذا يطلق على الله، يطلق البديع بهذا الوصف، يطلق على الله. نعم. إذا قلنا البديع بمعنى المبدي للشيء على غير مثال سابق، هذا يصح إطلاقه على الله، يصح. لكن الثاني لا يصح إطلاقه على الله، مستحيل على الله، مستحيل أن تقول الله مبدع، الله مبدع، لا يصح إطلاقه على الله تبارك وتعالى. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا هو. نعم. مستحيل بالمعنى الثاني. ومستحيل بالمعنى الثاني اللي هو أن البديع يطلق على الشيء المبدع، تقول الله بديع بمعنى مبدع، لا، يستحيل إطلاقه على الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ هذا. أما في حقنا يجوز، في حق الحوادث يجوز تطلق بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، يجوز. فهمنا؟ أيوة زيد. والهادي. نعم. يطلق على الدال على الطريقة الموصلة إلى المطلوب. هذا هو الهادي. الهادي اهدنا الصراط المستقيم. فالهادي يطلق على الدال على الطريقة الموصلة إلى المطلوب. مثلا فلان هذا هداك إلى الحي العاشر، فقال لك ماذا؟ اذهب إلى الموقف، اركب 80 شرطة هذا هداك، هذا هداك.
هذا هداك، هذا دلك على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، الموصلة إلى الحي العاشر، دلك ولا لا؟ هذا يسمى هادي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هادي، لأنه هدانا إلى الطريق الموصلة إلى الجنة، المطلوب اللي هو الجنة مثلا، هدانا، فالنبي يسمى هادي. الله تبارك وتعالى يسمى هادي كذلك، لأنه دلنا على الطريق الموصلة إلى المطلوب، فقال لنا اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا وكذا وكذا وكذا. صحيح؟ هذا هو. وعلى خالق الهداية في القلب. هذه الهادي يطلق على الدال على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، ويطلق على خالق الهداية في القلب، يسمى هادي، الذي يخلق الهداية في القلب. مثلا أنت الله تبارك وتعالى أعطاك عقل وأعطاك اختيار، مثلا ميل بالقلب، فأنت إذا ملت إلى الهداية الله يخلق الهداية في قلبك، هذا كذلك يسمى هادي. الهادي هو خالق الهداية في القلب، خالق الهداية في القلب يسمى هادي كذلك. نعم. وهو هنا يا جماعة الخير، أيوة نعم. وهو بالمعنى الأول. وهو بالمعنى الأول اللي هو يطلق على الدال على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، هذا هو بالمعنى الأول. نعم. مشترك بين الله وأنبيائه وأوليائه وكل داع إليه تعالى من خلقه. هذا فإذا قلنا بالمعنى الأول الذي يعني يدلك على الطريقة الموصلة إلى المطلوب، هذا مشترك بين الله وبين الأنبياء وبين الأولياء وبين كل داع إلى الله، كله يطلق عليه هادي، كله. الله يطلق عليه هادي، الأنبياء يطلق عليه هادي، الولي يطلق عليه هادي، الداعي إلى الله يطلق هادي، العالم يطلق عليه هادي، كله مشترك. فهمنا؟ أيوة. وهو المراد هنا. المراد بالهادي هنا المعنى الأول اللي هو يهديك إلى الطريق الموصلة إلى المطلوب. نعم. وبالمعنى الثاني خاص بالله، بالمعنى الثاني اللي هو خالق الهداية في القلب، لا أحد يخلق الهداية في القلب إلا الله. وبالمعنى الثاني خاص بالله فقط. فهمنا يا جماعة؟ هذا. وبالمعنى الثاني خاص بالله، لأن لا أحد يخلق الهداية في القلب إلا الله تبارك وتعالى. يا جماعة مفهوم؟ أيوة زين. والبيان الحمد لله البديع الهادي إلى بيان. الشيخ يشرح لك في المتن كلمة كلمة ما معنى البيان. نعم. الإيضاح، البيان إلى بيان، إلى إيضاح، الوضوح، الإيضاح. نعم. والمهيع الطريق، المهيع الطريق، إلى بيان مهيع، إلى بيان مهيع الرشاد، إلى طريق. المهيع هنا، المهيع بمعنى الطريق، إلى بيان مهيع، إلى بيان طريق الرشاد. والرشاد الصواب، الرشاد بمعنى الصواب. واضح يا جماعة؟ معنى البيت هكذا: الحمد لله، هو يثني على الله. لماذا يثني على الله؟ الحمد لله البديع، يعني المبدي على غير مثال سابق. الحمد لله البديع الهادي الذي هدانا وأخبرنا وأوصلنا إلى الطريقة الموصلة إلى المطلوب، إلى بيان، إلى إيضاح طريق الرشاد. فهو يحمد على الله. لماذا؟ بسبب أن الله مبدع، وبسبب أنه ماذا؟ أو أخبرنا بالطريق الموصلة إلى المطلوب، وبسبب كذلك ماذا؟ أنه يعني أخبرنا وهدانا إلى الطريق الرشاد، فهو يحمد الله على هذا. هنا يحمد باللسان، هذا فعل باللسان. فالآن الإمام الأخضري ماذا فعل؟ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه. فعل التعريف، تعريف الحمد فعله الأخضري الآن، فقال: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. فهو فعل فعل باللسان، هذا الفعل ينبئ على أنه عظم الله، لأن الله ماذا؟ بسبب أن الله أنعم عليه وهداه إلى سبيل الرشاد. فهمنا؟ نعم. وفي ذكر البديع وبيان براعة استهلال. براعة استهلال. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان،
هذه اسمها براعة الاستهلال، لأننا نحن سنقرأ علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فالشيخ لما ذكر البديع وذكر البيان، نحن الإنسان قال نعم، قال أنا فهمت، الشيخ يريد أن يؤلف في علم البلاغة، اسمه براعة الاستهلال. من أول الأمر الشيخ من أول الأمر في أول كلامه يذكر ماذا؟ ما يشعر بمقصوده. في أول الكلام يعني لما تقرأ تحس الشيخ بماذا يريد أن يؤلف. لو قال الحمد لله رفيع، الحمد لله الرافع الخافض الباسط كذا كذا، تقول النحو. الحمد لله البديع الهادي إلى بيانه، تقول البلاغة. صحيح؟ لو قلت الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، تقول خلاص المنطق، وهكذا. اسم براعة استهلال. نعم. وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده. هذا من أول الكلام يتكلم ويظهر في كلامه ما يشعر بمقصوده، هذا اسمه براعة الاستهلال. نعم. كما يأتي في الفن الثالث. نعم، كما يأتي في الفن الثالث اللي هو فن البديع. فن البديع. نعم. قال أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. نعم. أقول الإمداد إعطاء المدد. نعم. وهو الزيادة في الخير. هذا هو المدد يا جماعة، الزيادة في الخير. تقول مدد يا رسول الله مثلا، هذا الزيادة في الخير فقط، لا شرك ولا هم يحزنون. لأن أنت تعلم أن المدد الحقيقي من الله تبارك وتعالى، هذا هو المدد. نمددكم بأموال وبنين وجنات وعيون. لكن إذا قلت مدد يا رسول الله معناه شفاعة يا رسول الله، معناه لا تنساني من دعائك، معناه لا تنساني من شفاعتك، معناها زيادة في الخير، وهكذا. أين لا شرك ولا هم يحزنون. فهمنا؟ فالإمداد هو إعطاء المدد، يعطيك المدد، يعطيك القوة لكي تستطيع تتعبد لكي كذا. وهو الزيادة في الخير، هذا هو المدد، زيادة في الخير. مثل البركة، البركة هي الخير الموجود في الشيء، الخير الموجود في الشيء يسمى بركة. أما المدد هو الزيادة في الخير. فهمنا؟ نعم. والأرباب جمع رب. جمع رب، والمراد به هنا الصاحب. أمد أربابا يعني أصحابه، أمد أصحابه يعني أعطى المدد لأصحاب. الله تبارك وتعالى أعطى المدد لأصحاب العقول، لأصحاب النهى، العقول. فهمنا الكلام؟ هذا والإمداد هو إعطاء المدد، وهو الزيادة في الخير، هذا هو المدد. والأرباب جمع رب، والمراد به هنا الصاحب. والرب يطلق على 10 معاني ذكرها السيوطي، ذكر البيجوري في الجوهرات كما أخذنا. نعم. يطلق على السيد، ويطلق على الشريف، ويطلق على كذا، ويطلق على كذا إلى غير ذلك. هنا الرب هنا يطلق على الصاحب. أمد أرباب أصحاب. نعم. والنهى جمع نهية وهي العقل. واضح؟ النهى جمع نهية وهو العقل، لأنه ينهى صاحبه عن ماذا؟ لأنه ينهى صاحبه عن المعاصي والأثام والأمور غير الجيدة، لذلك سمي نهية. نعم. ورسم هنا عبارة عن الإثبات. الرسم بمعنى الإثبات، رسم معناه أثبت، ورسم معناه أثبت بمعنى الإثبات. أمد أرباب النهى، أمد معناه أعطى أصحاب العقول، ورسم يعني وثبت، رسم بمعنى الإثبات. نعم. والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. هذا هو البيان. البيان معناه المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، يسمى بيان. المنطق الفصيح يعني النطق فصيح يعرب عما في ضميرك، نطق فصيح يكون فصيح يعرب عما في ضميرك. فالشيخ يقول
أعطى أصحاب العقول وثبت شمس البيان. ثبت ماذا؟ ثبت شمس البيان اللي هي ماذا؟ المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير في صدور العلماء. ثبت هذا الشيء في صدور العلماء، في صدور العلماء. نعم. وإضافته لما قبله من قبيل لجين الماء. لجين الماء، اللجين بمعنى الفضة، لجين الماء الفضة يعني. واضح؟ هنا الكلام هكذا يا جماعة. هنا فيه إضافة ماذا؟ إضافة المشبه به للمشبه، لأن هنا تقدير الكلام هنا الشمس البيان أصله كذا، البيان كالشمس. البيان كالشمس، هذا هو الأصل. تقدير الكلام هكذا: أمد أرباب النهى ورسم البيان الذي هو كالشمس في صدور العلماء، هذا هو الأصل. ورسم البيان الذي هو كالشمس في صدور العلماء، هذا هو الأصل. لكن ما الذي حدث؟ حذف ماذا؟ حذف أداة التشبيه، وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له، فأصبح هكذا: شمس البيان. فهمنا الكلمات؟ هذا أصله هكذا، أصله البيان كالشمس، حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه ثم أضيف له فأصبح شمس البيان، مثل لجين الماء. هنا الماء أصله الماء كاللجين، أصله الماء كالفضة، أصله هذا الماء كالفضة في البياض والوجه. فما الذي حصل؟ كذلك حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه فأصبح لجين الماء. فهمنا الكلام؟ لذلك الشيخ قال من قبيل لجين الماء، معناه هنا المشبه به مضاف إلى المشبه. هذا اكتب هذا إذا تريد، أو يعني فهمتم؟ من غير ما تكتب مفهوم، هذا هو. فلذلك الشيخ قال وإضافته لما قبله، إضافته لما قبله يعني إضافة البيان للشمس من قبيل لجين الماء، من قبيل لجين الماء، من قبيل الماء كاللجين، ثم حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له فأصبح لجين الماء. كذلك هنا شمس البيان أصله البيان كالشمس، حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له فأصبح شمس البيان. فهمنا؟ شمس البيان. نعم. أصله هكذا: أمد أرباب النهى ورسم البيان الذي هو كالشمس في صدور العلماء. فهمنا؟ هاي وزيد. ويحتمل تشبيه البيان بالنهار. أجمع مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ تحت انظر ماذا قال، انظر تحت ماذا قال في الحاشية. قال أي من باب إضافة المشبه به للمشبه، فأصل لجين الماء ماء كاللجين، فأضيف المشبه به لجين وهي الفضة إلى المشبه وهو الماء. وشمس البيان هو أصله بيان كالشمس، حذفت أداة التشبيه وقدم المشبه به على المشبه وأضيف له. فهمنا الآن؟ هذا هو. ففيه ويحتمل تشبيه البيان بالنهار، ويحتمل كذلك أن شبهنا البيان بالنهار بالشمس. واضح؟ لأن قلنا بيان كالشمس، قلنا بيان كالشمس. يحتمل كذلك تشبيه ماذا؟ تشبيه البيان بالنهار، تشبيه البيان بالنهار، ففيه مكنية وتخييلية. ويحتمل استعارة الشمس لقواعد علم البيان، فالاستعارة تحقيقية. كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. ويحتمل تشبيه البيان بالنهار. نعم. ففيه مكنية وتخييلية. نعم. استعارة مكنية واستعارة تخييلية.
نعم. هذا من أصعب الأبواب في علم البلاغة. علم البلاغة يعني لبها هو الاستعارات، لبها الاستعارات. إذا فهمت بالاستعارات في البلاغة خلاص فهمت البلاغة. نعم. ففيه مكنية، استعارة مكنية، وتخييلية، استعارة تخييلية كذلك. نعم. زيد. ويحتمل استعارة الشمس لقواعد علم البيان. ويحتمل أن استعرنا ماذا؟ استعرنا الشمس، استعرناها لقواعد علم البيان. ويحتمل كذلك أننا استعرنا الشمس لقواعد علم البيان. فالاستعارة تحقيقية، فالاستعارة تحقيقية. نعم. زيد. ومعنى كون البيان كالشمس أنه يظهر به غيره. ومعنى كون البيان كالشمس، ومعنى كون البيان كالشمس ما وجه الشبه؟ سيتكلم عليه شيء. أنه يظهر به غيره وهو المعاني. أنه يظهر به غيره وهو المعاني. البيان يظهر به غيره وهو المعاني. عندما تبين ماذا يظهر؟ تظهر المعاني. فهمنا؟ فلذلك شبهنا البيان بالشمس، لأن البيان يظهر به المعاني. صحيح؟ إذا بينت عما في ضميرك ماذا يظهر؟ تظهر المعاني. نعم. نعم. كما أن الشمس يظهر بها غيرها. كما أن الشمس يظهر بها غيرها. نحن الآن في الظلام، هل ترى فلان أو فلان؟ وهل ترى الباب؟ هل ترى الصورة؟ لا ترى. لكن إذا خرجت الشمس يصبح يظهر بها غيرها، يصبح هذا يظهر والصورة تظهر وكذا يظهر وهكذا. فكذلك البيان تظهر به المعاني، والشمس يظهر بها غيرها. فهذا وجه الشبه، هذا وجه الشبه. نعم. وإن كان الظهور الأول معنويا. وإن كان الظهور الأول معنوي، لأن ظهور المعاني هذا معنوي، لأنك لا تراه بعينك، معنوي. أما الثاني حسي، حسي. صحيح؟ أيوة. أي باعتبار المتعلق. والثاني حسيا اللي هو الشمس، ثاني حسيا لأنك تراه بعينك، هذه الأشياء تظهر بعينك. نعم. أي باعتبار المتعلق فيهما. باعتبار المتعلق فيهما. نعم. واضح؟ متعلق ولا المتعلق يا جماعة؟ باعتبار المتعلق فيهما، متعلق شيء المتعلق بهم. لأن المعاني متعلقة بالبيان، وغير الشمس متعلق بالشمس، فنحن باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق. فهمنا؟ باعتبار المتعلق. ورسم لمعنى البيان لا له. نعم. والرسم لمعنى البيان لا للبيان. نعم. الرسم الإثبات، هو الإثبات لمعنى البيان لا للبيان. نعم. والصدور جمع صدر. جمع صدر مرادا به هنا القلب. المراد بالصدر هنا القلب يا جماعة. هذا هو الصدر، ها هو الصدر، ها هو صحيح، لكن المراد به القلب. والمراد بالقلب ليس اللحمة، لا، اللطيفة الربانية الموجود، فهو مجاز بمرتبتين. أطلقنا الصدر ونريد به القلب ونريد به اللحمة، فهو مجاز بمرتبتين. فهم كلام هذا هو. أي اللطيفة الربانية. أيوة، اللطيفة الربانية اللي هو السر هذا الموجود في هذا. لأن القلب يا جماعة انظر ماذا، القلب هو عبارة عن لحم ودم، هذا يسمى قلب. لكن الشيء الموجود فيه، السر هذاك الموجود فيه، هذاك اسمه اللطيفة الربانية. اللطيفة الربانية، هذا هو اللطيف، فهو مجاز بمرتبتين. نعم. وألف العلماء للكمال. نعم. أي عاملين. أي العلماء العاملين. ألف العلماء للكمال، معناه صدور العلماء العاملين. نعم. كاملين في العلم. نعم. وفيه تنبيه على. وفيه تنبيه. نعم. العلماء الكاملين، هذا فيه تنبيه. نعم. على أن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل. بطبيعة الحال. وهذا فيه تنبيه على أن العلم لا يستقر ولا يثبت
إلا في قلب تخلى عن الرذائل، عن المعاصي. لأن القلب إذا كان مشحون بالمعاصي يكون مظلما، والعلم كما تعلمون نور، فإذا أتى النور هذا لكي يستقر في القلب يجده مظلم فيرجع، أو يأتي يستقر قليلا ثم بعد ذلك يرحل. لذلك يقول لك فلان أنا نسيته، تقرأ وتقول نسيت. لماذا؟ القلب مظلم، فالعلم لا يستقر. العلم متى يستقر؟ إذا وجد القلب خالي من الرذائل، وجده كالمرآة صافي، عند ذلك العلم يستقر، يجلس ويستقر. ولو تقرأ مرة واحدة يستقر، لأن قلبك وعاء للعلم، قلبك صافي، قلبك خالي من الرذائل، قلبك مشحون بالنور. فالعلم إذا أتى وجد القلب هكذا يستقر. يقول لك خلاص أنا أبقى هنا، لا أذهب من هذا المكان، لأنه مكان منور، لا يوجد فيه إزعاج، لا يوجد فيه معاصي، لا يوجد فيه أي شيء، فيستقر العلم. ولو قرأت مرة واحدة، هذا العلماء الأولياء الكبار هذو يقرأ الكتاب مرة واحدة، كثير منهم يقرأ مرة واحدة خلاص يتوكل على الله. كثير منهم في ليلة واحدة يقرأ صحيح البخاري، يحفظ صحيح البخاري. لماذا؟ مثلا القلب خالي. لذلك العلم من مرة واحدة يستقر. يقول لك الدردير ألف الخالدة في ليلة، يقول لك صاحب الملحة ألفها في ليلة، يقول لك صاحب الجوهرة ألف الجوهرة في ليلة واحدة، في ساعة، ليس ليلة، ساعة. كيف هذا؟ كيف يستطيع يستجمع كل المعلومات تاع العقيدة ويألف في جلسة يأتي لك ب يعني عقيدة أهل السنة كلها والخلاف بينهم بين المعتزلة وهكذا؟ هذا بسبب القلب فارغ. القلب وعاء ينتظر العلم، فلما يأتي العلم يجده يعني صافي وخالي من الرذائل يستقر، لا يذهب. لكن إذا وجده مظلم فالعلم يقول لك أنا أين أذهب؟ هذا مكان كله ظلام، كله مظلم، كله معاصي، كله العياذ بالله. لا أنا أذهب. فيأتي أنت 5 دقائق فقط تعرف المعلومة، ثم بعد 5 دقائق تذهب المعلومة، تقول والله نسيتها، أنا قبل 5 دقائق قرأتها، تذهب المعلومة. لماذا؟ وجد العلم، وجد القلب مظلم فرحل. فهمنا يا جماعة الخير؟ فلذلك قال في العلماء للكمال، أي العلماء العاملين، ليس كل علماء، لا. من هذا الذي يرسم الله في قلوبهم هذا البيان؟ صدور العلماء الكاملين العاملين المتقين العارفين بالله المجاهدين لأنفسهم الواصلين إلى الله، وهكذا. هذا هم اللي يرسم الله في صدورهم هذا البيان، شمس البيان. ليس كل عالم. فهمنا؟ هذا معنى. وفيه تنبيه على أن العلم لا يستقر ولا يثبت إلا في قلب تخلى عن الرذائل. خلاص تخلى عن الرذائل. نعم. ولمصادفة لا يوجد الواو. نعم. لمصادفته قلبا خاليا فيتمكن. والعلم عندما يأتي ويجد قلب خالي من الرذائل صافي كالمرآة، يلمع هكذا كالمرآة، يتمكن. خلاص كأنه يطبع هكذا، يطبع. كأن العلم لما يأتي يجد القلب خالي يطبع هكذا طبعا. فلا تنسى أبدا الولي العارف العالم العامل يقرأ مرة واحدة فقط، يتوكل على الله. نعم. فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك، فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك، يعني خالي من الرذائل، مع هذا معنى كذلك، يعني فإن الحكمة إذا لم تجد القلب كذلك، يعني إذا لم تجد القلب متخلي عن الرذائل فإنها ترجع من حيث أتت. لا تبقى، لا تستقر. لذلك يقول الإنسان نسيته،
والله أنا قرأت قبل 5 دقائق ونسيتها، والله قرأتها بالأمس ونسيت. لماذا نسيت؟ لازم تراجع نفسك، لازم تفتش على قلبك. القلب فيه مشكلة. هذا هو. نعم. جيد. قال فأبصروا معجزة القرآن واضحة بسطع القرآن. نعم. الحمد لله بديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. فما الذي حدث؟ فأبصروا معجزة القرآن واضحة بسطع البرهان. لما الله تبارك وتعالى هذو أصحاب العقول أمدهم بماذا؟ أمدهم ورسم في قلوبهم البيان الذي هو كالشمس في صدور العلماء العاملين. أبصروا معجزة القرآن، عند ذلك أبصروا معجزة القرآن واضحة وضوحا كاملا تاما بساطع البرهان. نعم هذا هو. نعم. أقول الفاء تفريعية. الفاء تفريعية، يعني هذا الفاء مفرعة على ما قبلها، هذا الكلام مفرع على ما قبلها. لما الله أمدهم وكذا وكذا فاء أبصر، هذا الفاء تفريعية. ما معنى الفاء التفريعية؟ فرعت على الكلام السابق. كانت تفرع هكذا، يقول لك هذا الأصل ويأتي الفرع، تأتي فروع. صحيح. هذا الفاء تفريعية يعني مفرعة على الكلام السابق. نعم. والمراد بالإبصار هنا القلبي. نعم يا مولانا، الإبصار القلبي هنا، ليس البصر اللي هو العين، لا، إبصار القلب. فأبصروا بقلوبهم، فأبصروا بقلوبهم هنا الأبصار يعني القلبية. نعم. أي النظر بعين البصيرة. النظر بعين البصيرة، النظر بالقلب، نظر بالقلب. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه ناظر. فالعارفون هذو عندهم قلب هذا فيه عيون ويرى كذلك. العارفون عندهم عيون هنا يرى بها المحسوسات، وعندها في القلب عيون كذلك يرى بها ماذا؟ يرى بها كذلك المعاني. نعم. والمعجزة أمر. هذا هو الإبصار هنا. فأبصروا معناه أبصروا بقلوبهم ليس بعيونهم، فأبصروا معجزة القرآن. نعم. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. هذا هو المعجزة جماعة، أخذناها في العقيدة، أخذنا في العقيدة. ماذا قال صاحب الجوهر؟ لم يذكر المعجزة، ذكر ما يجب ما يجوز وما يستحيل على الرسول. نعم. المعجزة هي الأمر، أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. في العادة هل القمر ينشق إلى 2 في العادة؟ في عادتنا لا. في العادة يعني عادتنا نحن أن القلم لا يسبح في اليد. القلم لو وضعته في يدك لا يسبح، العادة أنه لا يسبح. لكن المعجزة هي خرق العادة، هذه العادة تنخرق، فالقلم يتكلم، تنخرق هذه العادة فيتكلم القلم ويسمع القلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأنت تسمع. هذا أمر خارق للعادة. كلام. ولا الحصى، تضع الحصى في يدك، من عادة الحصى أنه لا يسبح، لكن المعجزة هي خرق العادة هذه، تنخرق فتصبح الحصى يسبح في يدك. هذا اسمه أمر خارق للعادة، لكنه مقرون بالتحدي. المعجزة فيها تحدي، لكن الكرامة ليس فيها تحدي. المعجزة يقول لك انظر أنا نبي من عند الله، أنا نبي، ومعجزتي انشقاق القمر على 2، وأتحداك أن تعمل مثلها. في تحدي. يقول لك أتحداك لو تعمل مثلها، أي أتحداك، أنا نبي من عند الله.
معجزتي أن القمر هذا سأقول له انقسم على 2 سينقسم، وأتحداك أن تأتي بمثلها. هذه معجزة. هذا معنى أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. لكن الكرامة لا، أمر خارق للعادة يظهره الله على عبد صالح، على يد عبد صالح، لكن ليس مقرون بالتحدي. ما فيش تحدي، لا يوجد فيه تحدي. هذه كرامة للأولياء، كرامة فقط. ولي مثلا، الولي جالس هكذا يذكر في الله حتى بدأ القلم يسبح. هذا أمر خارق للعادة لكن ليس فيه أي تحدي، هذه سمى كرامة. لكن المعجزة لا، فيها تحدي. النبي يتحدى بها المشركين أو المعارضين له، لأن النبي يريد يثبت نبوته، يثبت وجود الله، فيأتي بهذا التحدي، يقول لهم أتحداكم. كما النبي تحدى قريش، قال هذا القمر سينفلق 2 وأتحداكم أن واحد يفعل. ها هو القرآن معي، أتحداكم أن تأتوا بسورة مثلي، أتحداكم أن تأتوا بآية، لم يستطيعوا. صحيح؟ هذا هو التحدي، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. هذا يسموه المعجزة. نعم. فإضافته لما بعده بيانية. هذا فإضافة القرآن، فإضافة المعجزة لما بعدها يعني للقرآن، لأن معجزة القرآن معجزة مضاف، القرآن مضاف إليه. صحيح؟ فإضافته، إضافة المعجزة إلى القرآن بيانية، للبيان. واضح؟ للبيان. معجزة القرآن للبيان، هذه فقط. فهم كلام؟ نعم. الشيخ ذكر هنا الإضافة البيانية. قال الإضافة البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي، بحيث يجتمعان في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى، كما مر علينا في المنطق، عموم الخصوص الوجهي والعموم الخصوص المطلق. نعم. الإضافة البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما في وجه آخر. وينفرد كل منهما في وجه آخر. نعم. فإضافته لما بعده بيانية. نعم. زيد. فالإضافة للبيان يعني. نعم. إذ المراد به النظم المعجز. المراد به النظم المعجز، المراد به النظم القرآن، المراد به المصحف، النظم الموجود في المصحف، هذا المراد به. واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو المراد بالقرآن، المراد به النظم المعجز، لأنه أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله، فهو نظم معجز، نظم معجز، أعجز الناس عن أن يأتوا بمثله. نعم. وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا. هذا هو جميل. انظر الآن، كما أخذنا في العقيدة أن كلام الله يطلق على الصفة القديمة ويطلق على المصحف. كلام الله يطلق بالاشتراك، كلام الله يطلق بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله فيقال كلام الله، ويطلق على النظم الموجود في القرآن. لكن قال البيجوري يطلق على الصفة القديمة حقيقة، لكن على النظم مجازا فقط، أن النظم هذا ليس كلام الله الحقيقي، النظم هذا حادث، نظم مصحف مكتوب في المصحف هذا حادث، لأنه بصوت وحرف وتقديم وتأخير وإعراب وغير ذلك. لكن الصفة القادمة القائمة بذاته فهي كلام الله الحقيقي، لأنها ليست بصوت ولا حرف ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا أي شيء. فكلام الله يطلق بالاشتراك على الصفة القديمة حقيقة، ويطلق على ماذا؟ على المصحف، الكلام موجود في المصحف هذا مجازا فقط، أنه ليس كلام الله حقيقي، إنما ماذا؟
في أصل حادث، هو في أصل حادث، لكن يطلق باللفظ، يطلق بالاشتراك اللفظي على المصحف موجود في المصحف وعلى الصفة القديمة. لذلك قال الشيخ: وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة. وقرأنا المشترك في علم المنطق. ما هو المشترك؟ اللفظ المشترك، لفظ المشترك ما هو؟ لفظ واحد ولها أكثر. أيوة، اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، هذا هو المشترك. اللفظ واحد لكن المعاني متعددة. كذلك كلام الله لفظ واحد لكن معناه يطلق على الصفة القديمة ويطلق على المصحف. هذا فمنها جمع هذا. وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا، يطلق على الصفة القديمة أيضا. القرآن اللي هو كلام الله، القرآن يطلق على الصفة القديمة ويطلق على النظم المعجز، يطلق عليه كلاهما قرآن، كلاهما يقال قرآن. الصفة القديمة يقال لها قرآن، والنظم المعجز يقال له قرآن. هذا هو. فالإضافة قرينة معينة. نعم، فالإضافة تكون قرينة معينة. نعم، لو قلنا كذلك يطلق على الصفة القديمة أيضا، فتكون الإضافة القرآن، هذه الإضافة اللي هي القرآن، قرينة معينة، معينة لأحدهما، معينة لأحدهما. وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة إلى الموصوف، نفس الكلام، أي البرهان الساطع. واضح؟ من إضافة الصفة إلى الموصوف. العكس، عكسنا، ساطع البرهان معناه البرهان الساطع، من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن البرهان موصوف والساطع صفة، صحيح؟ فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن أصله البرهان الساطع، برهان موصوف والساطع صفة، فأضفنا الصفة إلى الموصوف، قلنا ساطع البرهان. فمنها جمع خير. نعم، أي الظاهر، أي الظاهر، البرهان الساطع بمعنى الظاهر. لذلك قال: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، بالبرهان الواضح. رأوا معجزة القرآن بقلوبهم، فأبصروا بقلوبهم معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، بالبرهان الواضح، بالبرهان الواضح. نعم. والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية. هاي مولانا أخذناها. أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، من أولية مشاهدات مجربات متواترات وحادثية ومحسوسات، فتلك جملة اليقينية. أخذنا هذا. فالشيخ قال لك البرهان العقلي هنا بساطع البرهان. ما هو البرهان هنا؟ برهان العقلي. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. ما هو البرهان هنا؟ البرهان العقلي، وهو قياس مركب من قضايا يقينية. والقضايا اليقينية قلنا هي 6: متواترات، حدثيات، محسوسات، وجدانيات، صحيح، متواترات إلى غير ذلك. نعم. والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية. نعم، هذا. والمراد به هنا ما يعم النقل، ما يعم النقل كذلك، كتاب والسنة. المراد بالبرهان هنا العقلي والنقلي، ما يعم النقل معه. فهنا البراهين التي أبصروا بها معجزة قرآن، برهان عقلي وبرهان نقلي بالكتاب والسنة، وبالبراهين العقلية اللي هي هذا القياس المركب من قضايا يقينية، كلاهما. فهم أبصروا معجزة القرآن بكلا البرهانين، بالبرهان النقلي وبالبرهان العقلي. فهمنا يا جماعة؟ هذا معنى والبرهان العقلي قياس مركب من قضايا يقينية، والمراد به هنا ما يعم النقل، يعني
العقلي والنقلي كلاهما. واضح يا جماعة؟ هذا هو إن شاء الله، وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.